انت وبتشوف الفيديو ده دلوقتي قدامنا اسابيع على اطلاق ابل لسلسلة الايفون 17 الجديدة، وسؤال كل سنة: هل اشتري ايفون من سلسلة ال16 الموجودة حاليا ولا استنى سلسلة ال17 الجديدة؟ هو ده موضوع النهاردة اللي انا جاي اكلمك عليه. الاجابة المختصرة المباشرة اللي انت عايز تسمعها استنى سلسلة ال17 الجديدة، لكن في كام نقطة لازم تبقى عارفها وعلى اساسها هتاخد قرارك سواء هتشتري دلوقتي او هتستنى سلسلة ال17. انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي يا اما انت واحد مضطر يشتري ايفون دلوقتي من سلسلة ال16 وحابب يتأكد ان مازال الايفونات دي تستاهل فعلا انك تشتريها وان مش هيفوتك حاجة كبيرة عن سلسلة ال17 اللي خلاص على الابواب، او انت واحد تاني حابب يشتري وما عندوش مشكلة تماما ان هو يستنى سلسلة ال17 الجديدة، بس حابب يعرف هل فعلا استاهل اني استنى لحد ما سلسلة ال17 تنزل، ولو هشتري ايفون 16 دلوقتي هل اشتري دلوقتي ولا اشتريه لما سلسلة ال17 تنزل؟ كل ده طبعا اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. الشخص المضطر، ايه اخبار سلسلة ال16 دلوقتي؟ طبعا سلسلة ال16 عندك العادي والبلس والبرو ماكس، موبايلات جامدة جدا مع التصاميم الجديدة لل16 وال16 بلس اللي جات بيها السنة دي، طبعا مع المعالج الجديد ال A18 اللي موجود في العادي والبلس وال18 برو الموجود في البرو والبرو ماكس. طبعا لو انت مستخدم ايفون قديم ومعاك اجهزة قديمة اقل من سلسلة ال13، فلما تيجي تاخد اي جهاز دلوقتي من سلسلة ال16 طبعا هتلاقي تجربة مختلفة تماما، مميزة، تجربة رائدة وبريميوم اكتر من اللي انت كنت فيها. طبعا انا عارف ان الاجهزة القديمة ما زالت خاماتها كويسة وابل بتقدم خامات محترمة تعيش معاك سنين، لكن انت هتيجي هنا هتلاقي تيتانيوم، هتلاقي خامات حاجة تانية خالص بالنسبة للأجهزة اللي انت كنت فيها. طبعا مش محتاج اكلمك عن تجربة التصوير اللي بيروح اصلا اي حد الايفون هنا عشان تجربة الكاميرات والتصوير. طبعا النقلة كبيرة جدا لما تيجي من اجهزة قديمة اقل من ال13 تيجي هنا لل16، او حتى لو كان معاك ال13 وجيت هنا فانت على فكرة هتاخد تجربة جامدة ومختلفة بالنسبة للتصوير والكاميرات اللي هتاخدها هنا من ال16، وخصوصا كمان هنا تصوير الفيديو. انا دايما بتكلم وبقول، او دي حاجة من رأيي انا، ان في اي موبايل تاني فلاج شيب او رائد من الشركات التانية ممكن ينافس فعلا الايفون في تجربة تصوير الصور، لكن الحاجة المميز بيها الايفون جدا هنا هي تجربة تصوير الفيديو، خصوصا لو هنصور على الوضع الاحترافي اللي بيديك فيديوهات باحجام كبيرة جدا وبتحتاج SSD يبقى موجود متوصل بالموبايل عشان تاخد الفايلات الكبيرة قوي دي من تصوير الفيديو. وطبعا الناس اللي بتحب تعمل edit واللي شغلهم بيعتمد على تصوير الفيديو بتاخد الفيديوهات دي وتقدر تلونها عادي على البرامج الاحترافية كأنك مصور عادي جدا من كاميرا مش من موبايل. وطبعا لو انت مستخدم ايفون قديم فانت مش مستني منك الكلمتين دول عشان تعرف قد ايه ان الايفون جامد في حته التصوير. ولو انت شخص لسه اول مره تدخل عالم الايفون وحابب تاخد جهاز من سلسله ال16 فانت هتاخد هنا تجربه جامده وروعه وانت هتعجبك جدا ومش هتحس انك ندمت انك خدت موبايل من السلسله دي. طيب انت لو اشتريت دلوقتي في حاجه جامده هتفوتك مع سلسله ال17 الجايه؟ خلينا نقول ان طول ما انت مضطر فانت حتى لو في حاجه جامده فخلاص انت مضطر تشتري جهاز دلوقتي، فنركن ال17 على جنب. بس حابب برضو اطمنك وانت كده كده حابب تعرف ايه اللي هيجي مع سلسله ال17 ممكن يفوتك هنا، برغم ان احنا خلاص قدامنا اسابيع قليله على اطلاق السلسله كلها، ال17 العادي وال17A الجهاز الجديد كليا والبرو والبرو ماكس. مازال برضو كل اللي موجود دلوقتي هو عبارة عن تسريبات غير مؤكدة، ولكن خلينا نقول ايه التسريبات الواقعية اللي ممكن فعلا تيجي مع سلسلة ال17 اللي هتفوتك لو انت رحت لجهاز من اجهزة ال16. طبعا التسريبات كتيرة اللي بتقول لك ان في تطورات على الكاميرات، عندك التليفوتو هنا هتبقى 48 ميجا بكسل، السيلفي 24 ميجا بكسل، الموبايل هيبقى جايب 12 جيجا رام بدل 8، الموبايل هيبقى داعم لريفرش ريت 120 هرتز لكل السلسله مش للبرو بس. لكن خلينا نناقش كل تسريب منهم واقول لك ايه الحاجات الواقعيه. الواقعي هنا من رايي انا ان في تغيير على التصميم ده، خلاص مش عايز اقول 100% ولكن بنسبه كبيره جدا في تغيير هتيجي بيه سلسله ال17 على التصميم. حتى لو ما كانش التغيير نفس اللي موجود في الصور اللي منتشره دلوقتي فاكيد هنا
ان في تغيير هيحصل على التصميم. طيب انت كمضطر دلوقتي ورايح تشتري جهاز من ال16، هل هيفرق معاك التصميم الجديد بتاع ال17؟ عايز نصيحتي، مش هيفرق معاك تماما. نقطة التصميم دي ما تحطهاش في بالك، مش هتأثر خالص على أدائك اليومي أو على احتياجك من الآيفون. نروح بقى للتسريبات بتاعة الكاميرات، واللي بيقول لك هنا إن التليفوتو هتبقى 48 ميجا بكسل بدل 12. هل ده تغير قوي؟ الحقيقة انك هنا هتاخد صور اجمد من التليفوتو. 48 ميجا بكسل حاجة محترمة، ولكن هل ال 12 ميجا بكسل اثرت معانا في حاجة؟ طلعت لك صور وحشة؟ هل انت هتبقى حاسس انك ناقصك حاجة كبيرة؟ برضو نصيحتي هنا لا، الا طبعا في حالات معينة قليلة جدا، لو انت خلاص محتاج الايفون في شغلك وشغلك معتمد على تصوير وخصوصا تصوير التليفوتو، لكن غير كده انت مش هتفرق معاك الحتة دي. وما زال معاك كاميرا قوية جدا هنا في التليفوتو في سلسلة S16. نفس الكلام هنا، السيلف هيبقى 24 ميجا بكسل بدل 12. الارقام والتسريبات دي غير مؤكدة، ولكن لو حصلت برضو هناخد تطوير هنا على الكاميرا السيلفي. بس انا محتاج اكلمك انك انت معاك هنا ايفون من سلسلة ال16، انت معاك كاميرات جامدة، حتى لو في فرق بينها وبين سلسلة ال17، فجهاز زي ال16 او البرو او البرو ماكس الاجهزة دي معمولة انها تقعد معاك سنين قدام. بالنسبة للاداء، فعندنا سلسلة ال17 هتيجي مع معالج ال A19 الجديد، والبرو والبرو ماكس مع ال A19 برو. طبعا اكيد هيبقى في فرق بين المعالجات، اداء اقوى لصالح ال17، لكن مازال برضو، وانا مش حابب ابقى اكون بكرر كلامي، عندك معالج قوي جدا مع سلسلة ال16. ولو كنت بتفكر مثلا على الاي او اس الجديد ودي حاجة تهمك، سلسلة ال17 هتنزل مع الاي او اس 26 الجديد بشكل الليكويد جلاس والعالم الجديد بتاع ابل ده. لكن انت كده كده مع سلسلة ال16 هيوصل لها التحديث عادي جدا، اكنك معاك الايفون الجديد عادي جدا. فما تحطش النقطة دي في دماغك وتبني عليها اختيارك خلاص. فلو انت مضطر دلوقتي سلسلة ال16 ما زالت تستاهل وتستحق انك تشتريها، ومش هيفوتك حاجة كبيرة مع سلسلة ال17. وحتى لو كان في تغيرات كبيرة حصلت مع ال17، انت ما زال هنا واخد جهاز محترم اللي هو سلسلة ال16. الشخص بقى اللي ما عندوش مشكلة في الوقت وعادي جدا ممكن يشتري دلوقتي او مع ال17، انا بقول لك نصيحتي هنا تستنى. ولكن ونفس الكلمة اللي بتيجي ورا اي جملة ولكن، خليك كده تقف لحظات مع نفسك وتفكر في ايه، ولكن ايه بالظبط. تعال اقولك. الطبيعي مع نزول اي سلسلة جديدة، السلسلة اللي قبليها سعرها بيبدأ يظبط شوية في السوق، مش عايز اقول يقل، ولكن سعرها هيبقى احسن من اللي موجوده دلوقتي. ده اللي متعودين عليه وبيحصل كل سنه. انت دلوقتي لو استنيت لل17 وحابب تشتري جهاز من ال16، هل ساعتها سعر ال16 هيبقى قليل؟ ده مش شرط، لان في تغيرات حصلت كتيرة الفترة الأخيرة، ومنهم طبعا الضرائب اللي فرضتها أمريكا على دول كتيرة واتأثرت بها شركات كتيرة ومنهم أبل. وأنا عارف برضو إن أبل واخدة مهلة لحد ما تظبط أمورها، ولكن طبعا مفيش حاجة مفهومة، مفيش حاجة واضحة، مفيش حاجة بتقول هل التسعير هيزيد ولا هيفضل محافظ على التسعير بتاعه. عشان ما نخشش في تفاصيل كتيرة في الحتة دي، انت ممكن تستنى سعر الجهاز يظبط تعرف تشتريه، ممكن تستنى التسعير يبقى غالي شوية مع سلسلة ال17 فتلاقي ال16 لسه محافظ على سعره ما فرقش حاجة. فانت لو ناوي تشتري جهاز 16 لما ينزل ال17، حابب اقول لك لو مش فارقة معاك خالص الفلوس، روح اشتري دلوقتي عشان تبقى ضامن السعر موجود دلوقتي، ما نعرفش ايه اللي هيحصل مع سلسله ال17 الجديده. لكن لو انت مستني 17 عشان ال16 سعره يظبط، دي حاجه مش مضمونه، لكن ساعتها ممكن تستنى وتحمل انت الريسك او المخاطره بتاعه انك تنتظر سلسله ال17 الجديده. حاسس الحلقه طولت مني ومش عايز ارغي كتير، فبس اتمنى يكون افدتك وقدرت اساعدك. او في اي سؤال انزلوا لي في الكومنتات. مع السلامه.